تمام. انت اتفرجت على الماتش فين يا عمار؟ يا كنت هنا في مصر يعني معانا. ايه الاجواء عندك يا عمار في جامعة الدول؟ رد فعلك يا عمار، انت بقى رد فعلك انت الشخصي بعد جون عماد متعب بقى. ايوه هتتفرج فين في مصر الجايه برضه في جامعة الدول؟ خلاص بإذن الله كله يتجمع كده، كل الأهلاوية والزملكاوية المصراوية كلنا نبقى في مكان واحد، وإن شاء الله نشجع منتخب مصر يرجعوا بقى رافعين راسنا بإذن الله. توقعاتك بقى يا عمار عن نتيجة ماتش مصر والجزائر في السودان، الماتش يوم 18. احنا عاملين مسابقة كده، اللي يجيب النتيجة صح له كارت هدية كده من عندنا. 2-1. ماشي يا عمار. ماشي يا عمار. شاكرين جدا على اتصالك. وعليكم السلام. طب انا ممكن اتوقع ولا مش ممكن اتوقع؟ لا انت بقى خلاص. لا بقى عايزه اتوقع. على فكره كل واحد فيكم وهو ماشي هياخد 5 جنيه احنا لازم طب احنا بقى نتكلم بقى دلوقتي مع ضيفنا آلاء عن الرؤية الفنية بقى الماتش مصر والجزائر في السودان. في اتصال تاني يا آلاء، طبعا نسيب الجمهور يتكلم براحته يعني النهارده. الو. ايوه مين؟ أمنية. ازيك يا أمنية؟ الحمد لله. أمنية يعني ضيوف البرنامج بيسلموا عليكي. معانا دينا رئيس رابطة مشجعات الزمالك، ومعانا رنا مراسلتنا بيسلموا عليكي يا أمنية. ازيك يا أمنية؟ ايه الأخبار؟ ايه احكي لنا كده الأجواء بتاعت ماتش الجزائر. كنت حاطه امل ومتوقعه ان ممكن مصر ترجع للماتش من جديد؟ ممكن هي اللي كانت متوقعه التوقع ده. ياه. طب تتوقع لنا ايه الماتش الجاي؟ بلاش نقول لك انت عشان تكسب هي كارت شحن. أمنية انت 90 دقيقة عدوا عليكي زي كل المصريين، كانوا صعبين جدا وكلنا كنا مبسوطين لحد هدف متعب في آخر دقيقة يعني. ايه أصعب لحظة عدت عليكي في الماتش؟ هل كنت يعني كان عندك أمل يا أمنية لحد الآخر إن ممكن جون يجي، ولا كنت خلاص فقدت الأمل؟ طب احنا قلنا كده عاملين مسابقة كده ان اللي يجاوب على يقول نتيجة ماتش مصر والجزائر في السودان ان شاء الله له كارت شحن يعني، فانت تتوقعي ايه؟ ما توقعيش النتيجة يعني؟ توقعي وممكن تكسبي كارت، انت كسبانة مش هتخسري حاجة. قولي اي رقم. توقعي مش هنخسر منك. قولي اي رقم يمكن يجي معاكي بالصدفة وتاخدي الكارت واخده منك بقى. طيب يا أمنية ادعي بس تقولي يا رب كده وربنا يكرمنا ان شاء الله. أمنية بنشكرك على اتصالك، ونستنى ان شاء الله نبارك برضو كلنا بعد الماتش مع بعض، وتكوني ان شاء الله معانا بقى يا أمنية. ان شاء الله يا أمنية. مع السلامة. شكلك انت هتدفع كارت على فكرة. انت كل ما حد يتصل انت بتقول له احنا عاملين مسابقة اكسب كارت صح ولا توقعت صح؟ انت هتدفع الكارت تقريبا. اكيد يعني. مصطفى ايه احسن لحظة كانت في الاستاد يعني، او احسن لقطة من ساعة ما دخلنا لحد ما خرجنا؟ دي احسن لقطة بجد في الاستاد. انا شايفه ده احسن حاجه يعني. اكتر حاجه عجبتني قبل الجون باقل من دقيقتين والجمهور كله بيقول كاس العالم، بتهيألي الكلمه دي بعدها الجون دخل على طول. هي حمست اللعيبه جدا. كاس العالم حسيت ان اللعيبه بتجري في الملعب يعني مش ممكن. الحمد لله الحمد لله. انا عايزه اقول بس ان احنا يمكن قال ان الجمهور قبل الماتش ما كانش حد بيشجع وكده الا قبل الساعه 6 الا فهمت مصطفى شجعوا كده. بس احنا الحاجه الوحيده اللي شفناها في التلفزيون من التشجيع يعني في بدايه الماتش لما كانوا بيقولوا في الوطن. مش
عايزه اقول لك احنا شغلنا ازاي كان الانفراد جوانا. احنا كنا بنتربى كده والجمهور كله بيقول بلادي بلادي. يعني انا اصلا من قبل الماتش، احنا جايين الصبح كنا في المترو، كنا في الجامعه وكده، كنا في المترو. المترو بصوت عالي جدا بنشغل اغاني مصر واغنيه يا حبيبتي يا مصر بصوت عالي جدا، اجواء رهيبه. في الاستاد برضه الاء من الساعه 12 الظهر والاغاني الوطنيه شغاله في الاستاد باستمرار. معانا اتصال تاني الاء. الو. ايوه مين؟ معاك ساره. يا ساره كنتي اول واحده تتصلي معانا. فعلا انا فاكره ده. خلاص ليكي جايزه معانا بقى. اتفرجت على الماتش فين يا ساره؟ طب احكي لنا كده الاجواء عندك كانت عامله ازاي بعد الجون؟ انتي فقدتي الامل في اي لحظه من لحظات المباراه ولا كان عندك امل لاخر دقيقه؟ جول عماد متعب فرحتك كانت عامله ازاي؟ وصلنا كده اول ما شفتي الجول، يعني ايه اللي حصل؟ حسيت ان الحياه رجعت لي تاني. طب انت توقعاتك ايه بقى يا ساره في ماتش السودان؟ طب بتتوقعي ايه بقى علشان المسابقه اللي احنا عاملينها في التوقعات؟ مين واحد؟ احنا كده بقى مين فيكم اللي هياخد كارت؟ احنا كل اللي بيتصل يقول 2-1، مين بقى في نقسموا عليكم كل واحد 2 جنيه. انا مش عايزه حاجه احنا بقى ك30 دقيقه زمالك وكمشجعين لنادي الزمالك احنا فرحانين اكتر بعماد متعب، انه ازاي بعد فتره الغياب دي كلها يعود، مع ان كان في انتقادات كبيره جدا. وانت كنت من اشد المنتقدين، انا فاكر الحلقه انت كنت من اشد المنتقدين لضم عماد متعب، بس انا بجد انا قلت لك قبل كده ان عماد متعب في المعسكرات بيرجع وبيبقى احسن. عبد الظاهر انت كنت معترضه على عبد الظاهر بتاعه وعلى عماد متعب اول انضمامهم. والاثنين كانوا كويسين، يعني عماد متعب يعني بصي يعني رجع الامل ل 80 مليون مصري تاني، وعبد الظاهر السقا خبرته تفرق. قولي يا رب كده بقى يا ساره، ومتشكرين جدا على اتصالك. ونستنى بقى اتصالك ان شاء الله نعمل حلقه استثنائيه كمان، وتكون بقى ممكن نمارس منتخب مصر الصوت. اجواء كانت جميله قوي يا مصطفى بعد الماتش، يعني الناس كانت خارجه وخرجنا والله بسهوله جدا. يعني احنا كبنات كانت الناس معترضه على دخولنا وخروجنا، احنا دخلنا بصعوبه، بس احنا الصعوبه كانت الغلطه من عندنا، ما كانتش من عند الاستاد. يعني انت يا مصطفى دخلت في امان، لا بنات ولا اي حاجه ولا اي اذى. احنا كبنات دخلونا بعدها بفتره يعني عشان بنات، لا التعامل الامني كان كويس، ما كانش اي حاجه. الدخول والخروج هي بس كان في مخاوف كتيره ان تحصل مشاكل، ما حصلش اي حاجه. هو فعلا الدخول بالذات الصبح ما كانش فيه اي مشكله، وبقول لك الامن كان بيعملنا معامله يعني
جميله جدا، وبقول لك كمان واحنا داخلين كانوا بيدونا شيبس، يعني مفيش رفاهيه اكتر من كده. وكل ده عشان الشيبس. ده كله عشان الشيبس، انا فرحان جدا بالشيبس ده، فعلا كرم الضيافه، هو ده كرم الضيافه. ده تقريبا بصراحه بنتكلم عشان دلوقتي كمان معانا اتصال تاني. الو كتير. ايوه يا احمد منور. لا احنا لسه شغالين في البرنامج معاك، ما ينفعش نقفل على فكره من غير ما ناخد اتصال.